طبعا كل الناس عايزين يبقوا سعداء، ماشي؟ والحياة تبقى جميلة ومفرشات وغلط. في ناس بتحب، في ناس بتحب الحزن، هما بيحبوا يبقوا حزنة في الحياة، فاهم؟ اللي هو ايه، في معاناة، انا بحب المعاناة هفضل قاعد فيها عادي الابد. بعكس يعني الانسان عامة عادي بيبقى عايز يبقى مبسوط مثلا، لا مش كده، لا هو كده. في فرق بين الحزن اللي هو موقف مثلا حصل، حد مات ولا حد حصل حاجة وانت مثلا عندك حزن من الفترة دي وخلاص، مع الوقت الموضوع بينتهي. لا، في اللي هو المود الحزن. يعني انا في دلوقتي في مود اكتئاب، مود حزن. هو اصلا هو مش عايز، هو ممكن يكون فاكر ان هو عايز يخرج بره المود ده، فاهم؟ ويبقى عايش حياته طبيعيه بس هو مش حقيقه. لا، الحقيقه ان هو لو خرج حتى من المود ده هيدخل نفسه فيه تاني بطريقه ما. يعني حتى لو خرج هو عايز يكمل تاني عادي وخلاص، كنوع من انواع التعذيب، فاهم؟ هو بيحب يعذب نفسه كده في الحياه بدون سبب او بسبب. بس الحقيقه يعني السبب مش عارف إيه السبب بصراحه لحد دلوقتي. اوكي، وانت حزين تاخد تعاطف من الناس كده، الناس بتقول انت مالك مش عارف ايه بتاع، في جزء منه هيفتقد التعاطف بتاع الناس ده لما يبقى كويس. ودي حاجه من الحاجات اللي هي ايه، بتخليه يفضل في المود اكتر. وفي ناس بتستخدم الحزن كوسيله للهروب، يعني اللي هو انا دلوقتي في حاجات المفروض اعملها، او مثلا ان انا بروجرس في الحياه او كده، وانا ما بعملش حاجه، فليه؟ عشان انا حزين او انا مكتئب دلوقتي خلاص، فاهم؟ هو الحقيقه ممكن يكون عنده حبه صغيرين من الحزن او الاكتئاب، بس هو بيكمل عليهم جامد قوي ويفضل دايس فيهم، فاهم؟ لحد ما ايه، خلاص يقنع دماغه ان هو ما بيعملش الحاجات اللي المفروض يعملها عشان هو حزين او مكتئب. خلق المعاناه في الحياه بيحسسك ان انت في حاجه بتفايت الحاجه دي، انت بتحارب الحاجه دي معينه، فاللي هو في اكشن في حياتك، في حاجه بتحصل دلوقتي. انا بحارب اكتئاب معين او بحارب حزن، فاللي هو في حاجه بتحصل دلوقتي. لو انت بتكريت كونفليكت عشان تحارب الكونفليكت، فاهم؟ عارف الفيلم اللي هو بتاع ميجا مايند ده وراس كبيره زرقاء؟ عارفين هو خلاص، هو عامل اللي هو عايزه، بس هو مش مبسوط لان مفيش كونفليكت، مفيش تحدي. وخلاص التحدي خلاص انتهى، وخلاص هو بقى الشرير بتاع المدينه وسيطر على المدينه وهيسيطر على العالم والكلام ده. بعدين حس بملل، فاهم؟ اللي هو ايه ده، فاهم؟ اما اشوف الراجل اللي عارفين هو كان ضدي هرجع له تاني عشان يحاربني، فاهم؟ يبقى في فايت ما بيننا كده، واكسب شويه واخسر شويه وكده، فاهم؟ هو نفس حاجه شبه كده. لو انت بتكريت كونفليكت، بتكريت حاجه تفايت الحاجه دي بحيث ان انت تلاقي معنى في الحياه اللي انت مش لاقي فيها معنى. عادي بتوصل لدرجه مثلا ان انت اللي هو السيلف سابوتاج، هي اسمها كده والله. لو انت تخرب حاجه في حياتك بنفسك، يعني تخرب بنفسك كده بحاجه عشان انت بس تبقى انت عندك كونفليكت تحاربه. اللي هو مثلا هبقى ايه، هبقى تخين قوي، فاهم؟ هبقى تخين فشخ، بعدين ايه، احارب بقى ان انا ابقى تخين وابقى لحد ما اعمل بقى، فاهم؟ الجيرني بتاعتي واخس، فاهم؟ وبيفور وافتر، في كده شعور بان انت عايز تخرب حاجه. او فعلا حقيقي في ناس اللي هو بتخرب حاجه بالعافيه، فاهم؟ اروح مثلا اعمل حاجه وابقى ادمن حاجه، وبعدين اقعد بقى قد كده بحاول ايه، ارجع بقى من الحاجه دي تاني، فاهم؟ هو ده الحياه، فاهم؟ لو انت بتخلق حاجه، فاهم؟ عشان في الاخر تحاربها او تقعد فايت معاها لحد ما تنتهي، فاهم؟ وخلاص بقى انت ما بتعملش حاجه حرفيا في الحياه، ما بتعملش حاجه غير انت قاعد بس. بعدين ايه، تكريت بقى كونفليكت تاني وهكذا. اللي هو بجد في ناس مثلا بتبقى في علاقات معينه مع ناس ايا كان، يعني مش صوت علاقه يعني، وبعدين اللي هو هخربها وهنبريك اب، او هو مثلا هتخانق مع الشخص صاحبي مثلا ده، اي حاجه، فاهم؟ هخربها عشان احس بقى بشعور الحزن ده، فاهم؟ ان هو بعيد مثلا او حاجه، فنحاول نصلح تاني كده. بجد هو حرفيا هو هي لعبه بالنسبه له، لعبه اللي هو انا بخرب حاجات وبتاع كده عشان ايه، اصلحها تاني. هو دي الحياة. بس الحقيقة ان فعلا الحزن بيورد حاجات كتير مثيرة للاهتمام. يعني مثلا هتلاقي انت اكتر مثلا وقت بتعرف تبدع فيه في حاجة مثلا او كده، هتلاقي دايما الحزن او الاكتئاب بيخرج حاجة جاية من مشاعر قوية قوي، فالحاجة نفسها تبقى قوية قوي، بتطلع مشاعر انت ممكن مش تحسها اصلا في اي وقت تاني. او حتى ايه، الافكار نفسها مش هتيجي على بالك بدون ان انت يكون عندك المشاعر اللي جات لك من الاكتئاب او الحزن. يا ابن اللعيبه مروان، طبعا عامل من العوامل اللي بتدخل الناس في الحزن والاكتئاب او بتخليهم هناك، لو انت دخلت خلاص بس هنكمل بقى هناك، فاهم؟ نغوص جوه، هي الاغاني حرفيا. في اغاني كده حتى اللي هو ايه، اللي هو الشيء ده ما حصليش، فاهم؟ او مش للدرجه دي، بس انا بسمعه عشان اوصل المشاعر اللي عندي للدرجه دي، عشان انا بحب العذاب. هو مش انا يعني، بس يعني انا هوصل المشاعر، فاهم؟ للدرجه اللي هي هقعد اعلي فيها، فاهم؟ لحد ما عشان احس بالاستراجل قوي، احس بالمعاناه قوي، فاهم؟ وفي حاجه في البني ادمين بجد انا مش عارف لحد دلوقتي ايه تفسيرها. ليه بنحب نروح للعك؟ ليه بنروح لكده للحاجه المعكوكه ونروح لها واحنا عارفين ان هي معكوكه؟ ممكن عشان مثلا انت شايف انت تحلها مثلا، او الابره، فاهم؟ بالجورني او بالرحله اللي انت خدتها مع الشيء العك ده، وايا كان حتى لو انت يعني خرجت منه هو اللي كسبك، فاهم؟ يعني هو العك اللي انت ما عرفتش تفكه برضه، هو انت بتبقى ايه، اللي هو ايه، مش مهم، انا دخلت خلاص، فاهم؟ ممكن بعدها تخش في حاجه تانية عكه برضه وتبوظ الدنيا على نفسك وخلاص من لا شيء. لو فكرت فيها هتلاقي ان في فنانين كتير قوي وكتاب وممثلين مش عارف، والناس دي هتلاقيهم دايما لو فكرت مثلا في واحد منهم كده هتلاقيه دايما مكتئب، فاهم؟ يعني انت اصلا الصوره مثلا اللي عندك اللي واحد كاتب، هتلاقيه قاعد كده مثلا على مكتب، فاهم؟ جواه مشاعر بنت لذينه، فاهم؟ اكتئاب بقى وحزن بنت لذينه، ماسك سيجاره بقى كده وهم، فاهم؟ الدنيا ده بقى بيطلع الفن. بعدين برضو الشخص اللي هو ايه، حزين مكتئب كده، بيبقى شخص انترستنج، فاهم؟ برضو الناس بتشوف تأور قوي في حته ان الشخص مثلا اللي عنده حوارات في حياته كده او حزين او مكتئب قوي، بتشوف ان هو حاجه اللي هو انترستنج، فاهم؟ حاجه مثيره للاهتمام، انا عايز اشوف ايه ده. انت شايفه من بره يعني شايف قصه من بره، فاهم؟
شايف حوار، بس هو نفسه انت مش عايز تبقى في الحوار ده، يعني انت مش عايز تبقى في الاستراجل ده حرفيا اللي الشخص ده بيعاني منه. انا عارف ان يعني الحزن نفسه من ضمن سبيكتر مشاعر كتير، هو في حد ذاته هو مش وحش، لان هو حرفيا هو بيحسسك بقيه المشاعر، بيحسسك بالمشاعر اللي عكسها. يعني تخيل واحد على طول عادي او على طول مبسوط، مش حاجه اسمها كده، بس يعني قصدي مثلا تخيل كده، ده حاجه ممله جدا. ده مثلا انت حزين على حد مات، هل انت تبقى عايز مثلا مبسوط، عايز تبقى مبسوط او عادي كرياكشن بالليك عشان حد مات؟ لا، انت تبقى حزين وتبقى عايز تاخد فترتك في الحزن، فاهم؟ وهكذا في حاجات كتير. يعني انت مش لازم الحزن ده يبقى حاجه وحشه. برضه ممكن يكون الشخص ايه، عادي دلوقتي حاليا هو عادي، بس بيحس ايه ان هو ان في ناس كتير بتعاني، انا مش بعاني، فاللي هو لازم نعاني في حاجه عشان ايه؟ ما مش احسن مننا، فاهم؟ ممكن حتى لو ما بينك وبين نفسك يعني مفيش حاجه، بس انت بتاكد ان في حاجه، فاهم؟ عشان لا الناس بتعاني، فاهم؟ او مثلا كذا حد بيشتكي من حاجه، فاللي هو مشتكي انا كمان، يعني انا مش حياتي. برضه الناس اللي هي حياتها سهله يعني دي بيشوفوا ان دي حاجه عيب. انا عانيت قوي في حياتي وعملت وسويت، طب ما انت مش لازم تكون بتعاني، عادي ممكن يكون في ناس، كل واحد بيدي ربنا بيدي المعاناه قد الشخص، فاهم؟ انت مش لازم تكون، انت مش الاشخاص اللي بتتحمل قوي فبيجي لها معاناه قوي، ده مش حاجه عيب، فاهم؟ اللي هو لازم، لا لازم اعلي عليهم، فاهم؟ انتوا مكتئب كده، انا لازم لازم اعلي عليه وخلاص. بصراحة مش مستاهل ان انت تكريت حزن او تكريت حاجة من لا شيء بجد، يعني كده كده هتجيلك. يعني كل ما مفيش حد بيعيش حاجة كده سموث، فاهم؟ اول ما يتولد حد يموت مفيش حاجة بتحصل له، كل الناس بيحصل لها حاجات، فاهم؟ انت عيش حياة عادي، دور على الحياة اللي هي السعيدة عادي، الحياة اللي هي الكويسة، فاهم؟ من غير ما تكون انت بتعك نفسك. يعني انت حاول تخرج من العكة حرفيا. في ناس اللي هو ايه، هم خلاص اتعودوا على المود ان هم مكتئبين او حزينة مثلا في فترة معينة، اللي هو مش عارفين، مش فاكرين اصلا الحياة كانت عاملة ازاي قبل الحوار ده، فاللي هو دخل في الحوار بقى اتعود عليه خلاص، فاهم؟ ان هو بقى انا مكتئب، فاهم؟ وخلاص بس، فاهم؟ انا خلاص سيبني في حالي، هو انا كده وهفضل على طول كده، فاهم؟ لا بالعكس، انت لما تشوف بقى الحياه الحلوه او انت تفوق، فاهم؟ هو خلاص بقى الحوار اللي ده يخلص، هتلاقي لا هتلاقي في حاجه تستاهل، فاهم؟ كده كده هتجيلك كده في ابس اند داونز، تحس بالحاجات الكويسه وحاجات الوحشه في نفس الوقت. يعني لا، يعني لما انت تكون فوق او تحت الاتنين بيخليكوا تحسوا بالناحيه التانيه لما تيجي، فمش محتاج انت تفضل قاعد في المود ده، فاهم؟ قاعد فيه وخلاص، اللي هو عشان اتعودت عليه او كده، او هو ايه بيجيب مثلا تعاطف من الناس او بيحسسني ان انا لا انا تمام، انا دلوقتي عشان حزين او مكتئب فمش مشكله ان انا برودكتيف او كده. طبعا ده باستثناء الناس اللي هو انت اوريدي فاهم، فعلا مكتئب او فعلا حزين، فعلا حصل لك حاجه، مش بتكلم على كده، بتكلم على الناس اللي هم عارفين هم عندهم فرصه ان هم يبقوا احسن في حاجه، فاهم؟ بس هم سايبينها خلاص عشان ايه؟ عشان خلاص دي شخصيتي، فاهم؟ هو انا كده برضه. حته الفنانين دي، فاهم؟ مثلا اللي بيعملوا اغاني مثلا بالذات راب بقى، او مش اغاني او اغاني اللي فاهم حزن وبتاع، عايز بقى الريت مع الاغنيه قوي، فاهم؟ فاللي هو معنى كده زي الاغنيه، فهو زي الفيلم الشخص اللي حصل فيه حاجه معينه ومش عارف ايه. لازم على فكره عادي، انت ممكن تتاثر بالحاجات دي وترفلكت مثلا على حاجه حصلت لك قبل كده، او حاجه مثلا حصلت لحد تاني، مش لازم يبقى انت عايشها، فاهم؟ خلاص انا هي دي الحياه، مفيش غير كده. وعادي على فكره في حاجات كتير بتخلي شخص انترستنج ومثير للاهتمام غير ان هو مكتئب او كده. لازم هو الشخص فاهم كده، لازم يكون عنده قدر من العادي. يعني كل واحد بيعاني في حاجه في حياته في حاجه معينه، مش لازم تفشخ نفسك اكتر ما انت مفشوخ اصلا. حزن اوفر